انا اخويا متجوز واحده بنت ناس جدا واكلها ما فيهوش غلطه واحده، وكلنا اصلا كنا بنتحايل عليها تعمل صفحه على الفيسبوك وتبيع عليها الحاجات بتاعتها، وهي كانت رافضه لانها مش محتاجه واخويا مش حارمها من حاجه، وجوزها قال لها انا اللي هروح اوصل الاوردرات. مع العلم اخويا بيشتغل في اكبر شركه بترول في مصر، بس كان عايز يشجع مراته، وفي الاخر مراته اخدت الخطوه وعملت الصفحه فعلا، واول اوردر جالها كان من واحده جارتنا فرحها بعد اسبوع. وخلوني اقول لكم ان مرات اخويا يوم تسليم الاوردر ده كانت صاحيه من الفجر وما نامتش، وفضلت واقفه تجهز كل حاجه وتظبط شكل الاوردر. 250 قطعه مش رقم صغير برضه، وكمان عملت 50 قطعه هديه من عندها للبنت. بس المشكله انها جت تتصل بالبنت بعد ما خلصت، قالت لها معلش اصل الفرح اتاجل، وانها نسيت تتصل تقول. تخيلوا اكتر من 250 قطعه وقفت عملتهم على الفاضي. ومرات اخويا قالت انها هتوزعهم على الناس الغلابه، بس اخويا لما شاف اللي حصل قال لها ولا يهمك يا ست البنات، واتصل بواحد صاحبه فاتح محل حلويات في الشارع عندنا، وعرض عليه يجرب يبيع الحلويات دي عنده. الراجل وافق وقال انه هياخد نص الكميه، ومن اول مره الحاجه اتباعت بسرعه. وبعد ما كانت مرات اخويا بتعمل كل كام يوم اوردر، دلوقتي بقت كل يوم لازم تعمل اوردر كبير. واخويا لما لقاها بتبيع والموضوع شغال معاها، راح فاتح لها مكان تبيع فيه الحلويات بتاعتها، وساعتها اسمها اتعرف وبقت تبيع لناس كتير قوي.